السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تم صحة واحسن حال. قبل ما ابدأ معاكم الفيديو ما تنسوش الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. الفيديو بتاع النهارده يا بنات واخدين كده هنشجع كلنا مع بعضنا. بدأت كده معاكم بالبلكونة، طلعت كده على البلكونة بتاعتي نفضتها. ومسحت السور بتاعها ومسحت كمان الحبال اللي انا بنشر عليها. وبدأت كده ان انا امسح البلكونه على طول. بصراحه ما رضيتش اكنسها في الاول عشان خاطر الترابه ناعمه وبتتعبني. فانا قلت همسحها كده على طول معاكم عشان اليومين دول كده تراب وفي هوا يعني. كمان انا لما الستاير بصراحه لما بتكون مفتوحه، يعني بتشيل التراب شويه. لكن لما اكون لماها كده وعشان خاطر بس، كمان انا بلمها عشان خاطر بصراحة الهوا بيمزعها. فهي بصراحة الستاير حلوة وبتمنع بتشيل حاجات كتيرة. المهم كده مسحت معاكم البلكونة كده وهندخل كده على اوضة الانتريه. هننضفها تنظيفة كده محترمة مع بعضنا. بس قلت اخلص من البلكونه الاول عشان خاطر اللي هو حاجه كده وانشالت من عليه. وفي نفس الوقت الباب بتاع البلكونه اصلا من الانتريه، انا بطلع البلكونه بتاعتي من الانتريه. فعشان ما اقعدش بعد ما اعمل الانتريه اطلع وادخل والبلكونه فيها تراب، لا انا قلت انضف البلكونه بتاعتي الاول وبعد كده ادخل بقى جوه كده اعمله كده مع نفسي. هنا طبعا كنت واقفه كده في الشباك وبقول لها دهمية هات لي شويه ميه كده. طبعا بعد ما مسحت البلكونه وظبطتها قلت له هات لي شويه ميه كده احطهم كده للعصافير يعني. بحب ان انا العلبه بتاعه العصافير كده او الطبق بتاع العصافير بحب اغير لهم هم الميه كل يوم. انضف لهم كده بتاع فخار كده يعني انا حطاها. انضفها كل يوم كده واحط لهم كده اجدد لهم الميه بتاعتهم عشان تكون نظيفه كده وهم بيشربوها. دخلت كده على الأوضة. جبت كده طبق حطيت فيه شوية من المية وحطيت شوية بريل. أنا ما كانش عندي معطر بصراحة. حطيت شوية بريل وحطيت شوية ديتول. ديتول اللي احنا بنشتريه بالكيلو. ورغيتهم كده مع بعضهم وجبت كده الفوطة بتاعتي وبدأت كده اغسلها كده واعصرها واغسل كده وامسح بيها كده الشباك والسلك كده والشيش بالشكل اللي انتوا شايفينه بصراحة. لا كمان يعني لما بعمل الحركة ديت في السلك. هو مش بيصدي، في سلك بيصدي وفي سلك مش بيصدي، بس الحمد لله السلك اللي احنا مركبينه كده على الشبابيك بتاعتنا من النوع النظيف فمش بيصدي. فلما بعمله كده ما بيحصلوش اي حاجة خالص. بس في نفس الوقت انا ممكن انفض الشبابيك عادي، بس بحب ان انا اعمل الحركة دي عشان خاطر بصوا لما بتنفضي السلك مش بينضف تنظيف كويس يعني. لكن لما بتبلي فوطة كده بشوية معطر وتمسحي السلك بتاعك بيدخل هوا بسم الله ما شاء الله بيكون حلو. وريحة الهوا نفسها بتكون يعني ما يكونش فيها تراب، فاهمني؟ وفي نفس الوقت الشباك بيكون شكله حلو كده ونضيف وبيلمع. طبعا مسحت الشباك بتاعي او الباب البلكونه من بره ومن جوه والشيش وكله. مسحته بنفس الطريقه دي، بس انا يعني بوريكم كده مقاطع كده بسيطه عشان خاطر ما اطولش عليكم. دخلت كده الميه طبعا فضيتها وغسلت الفوطه بتاعتي كويس وجبتها كده عشان امسح الرفوف برضو كانت مليانه تراب زي ما انتم ما شايفين كده. الرفوف حط عليها كده الفازات بتاعتي، بس في حاجات عندي من زمان بصراحه من بتاعه جوازي. وفي حاجات يعني انا كنت شاريها من فتره قريبه يعني لما عملت الرفوف دي. فباذن الله كده الحاجات اللي هي قدمت هستغنى عنها وهجيب حاجات كده باذن الله جديدة، بس يعني واحدة واحدة وكده وهغير كل حاجة بإذن الله. هنا المبخرة والفازة اللي هي الكبيرة ديت 2 كبار والمبخرة دي اللي انا جايباهم من فترة قريبة. لكن الحاجات اللي هي الصغيرة التانية دي عندي من جوازي يعني زي ما انتم عارفين، حتى الشكل بتاعهم قديم شوية يعني بقالهم يجي 17 سنة عندي. فكتر خيرهم يعني بإذن الله هنجيب غيرهم وندهم ودول بقى ندهم حد يكون عايزهم يعني. بس مسحت الرفوف بتاعتي ورجعت كل حاجة مكانها. وطبعا الحاجات اللي على الرفوف برضو بنزلها وبمسحها قبل ما ارصها تاني بديها كده مسحة سريعة. وهنا بقى برضو كنت كل ما اجي امسح ترابيزة ولا امسح الرفوف برضو الفوطة برضو بغسلها عشان الترابيزات بتاعتي والرفوف ما تجيرش معايا من التراب. تغسليها وتعصريها كويس وبعد كده تبدأي ان انت تمسحي بيها. انا مش بمسح بملمع خالص بتاع
الحاجات اللي هي الخشبيه والكلام ده لا، انا بفوطه كده وبغسلها غسله كويسه وبعصرها وبلمع بيها. يعني انا ماشيه بالنظام ده على طول بصراحه. بس عشان خاطر برضو احنا يعني التراب عندنا كتير، يعني بطريقه مش عاديه. فالملمع والحاجات دي مش هتنفع خالص. فانا بلمح كده بالشكل اللي انتوا شايفينه كده والفوطه اللي معايا، والدنيا بتكون حلوه وزي الفل. وهوريكم كده في الاخر طبعا بعد ما الاوضه ما تنضف. انا كنت مصوره كمان معاكم مقطع اللي هو ايه، اول ما بدات كده انضف في الاوضه، لان الاوضه كانت بصراحه متبهدله على الاخر. بس كنت فاتحه التليفون بتاعه وكنت فاكره ان هو بيصور، وللاسف طلع مش بيصور، لان كان عايز كده التليفون يتنضف كده مساحه يعني وكده. فمعلش يعني المقطع الاولاني كده اتحذف مني او ما تصورش اصلا. بس فطبعا فضيت المساحة كده من التليفون وبدأت ان انا اصور من جديد. هنا كده طبعا بعد ما لمحت كل حاجة وفردت كده، طبعا نفضت الركنة بتاعته وظبطت كده البياضات اللي عليها، والترابيزات اتمسحت واتلمعت. وهنا جبت كده جلد حطيت فيه شوية من الديتول، وبدأت ان انا امسح كده الايه، امسح الأوضة بتاعتي. كده الأوضة بقت زي الفل، والبلكونة برضو ما شاء الله اتمسحت وبقت نظيفة وزي الفل. وطبعا باركولي اشتريت جردل جديد عشان الجردل بتاعه اتكسر مني. بصراحة انا دي فترة كان نفسي ان انا اجيب جردل، يعني في بالي في دماغي كده بفكر ان انا عايزة اشتري جردل جديد، جردل مساح جديد. بس بس ايه اللي هو عايزة اشتري جردل، وفي نفس الوقت اللي هو ايه، إيه شوية كده يعني بعدين في حاجات يعني ايه بحب اشتريها يعني وكده، في اولويات يعني. فراح الجردل اتكسر، فروحت خلاص هو كده جاب اخره معايا. اول ما اتكسر رحت اشتريت ده، برضو جردل حلو وجميل وسعره كان يعني اشتريته ب110، فهو سعره كان حلو ومش غالي. بس وطبعا الشرشوبة عشان محدش يقول لي الشرشوبة بتاعتك مش نظيفة، والله الشرشوبة بغسلها على طول وبنجعها في مية وكلور على طول اول باول. يعني كل ما امسح اروح غسلاها، وبعد ما بغسلها اروح جايبه كده شويه شويه ميه في الجردل وحاطه فيهم شويه كلور، واروح حاطه الشرشوبه بتاعتي في ايه، في الميه بكلور، واسيبها كده تبات ليله كامله يعني عشان تنضف. بس هو ده شكلها يعني. خلاص الاوضه طبعا بعد ما نفضتها ونضفتها وخليتها زي الفل، وريحه الشباك بقى ايه ما شاء الله جميله وزي الفل. وهنا حطيت كده الترابيزه بتاعتي في النص وادي كده شكل الاوضه. برضو انا شلت السجاده اللي انا كنت فرشاها في الارض عشان خاطر انا بصراحه لقيتها اتبهدلت وعايزه تتغسل، فشلتها وقلت هغسلها وبعد كده ابقى بفرشها بعد كده. دخلت خلاص بعد ما ظبطت الاوضه بتاعتي، دخلت كده على المطبخ عشان احضر معاكم الغدا. النهارده هعمل غدا سريع خالص، هعمل حواوشي. كان عندي طبق لحمه مفرومه مفرومه وكده وجاهزه يعني. المهم جبتها كده حطيت عليها شويه من البصل، حوالي 4 بصلات. فرمتهم كده، فرمت البصل الاول، بعد كده فرمت الفلفل، فلفل اخضر فلفل الوان على حسب ما تحبي او المتوفر عندك يعني. وبعد ما فرمت البصل والفلفل رحت نزلت معاهم بايه، بكميه اللحمه المفرومه اللي عندي، وطبعا التوابل ضفت ملح وفلفل. وكان عندي شويه توابل كده او بهارات حواوشي ضفتهم مع الخلطه بتاعتي. الحواوشي كان حلو وكان جميل وكان طعمه حلو. بس بصراحه هو كان عايز ايه، كان عايز اللحمه تكون دسمه شويه، يعني يكون فيها نسبه دهون كتيره، عشان هو الحواوشي ده بيكون حلو لما يكون فيه نسبة الدهون بتاعته تكون كتيرة يعني فيه، فعشان كده بيكون حلو. خلاص بعد ما عملت الخلطة كلها مع بعضيها جبت كده العيش بتاعي، طبعا ده عيش بلدي. فتحته كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وخدت الكمية المناسبة لرغيف العيش، وحطيت كده اللحمة، وبعد كده طبعا بنفردها كويس في الرغيف بتاعنا. وحطيت معاه كمان شوية من الجبنة، وبدأت كده جبت شوية من الزيت، وبقيت اخد بالفرشة اللي معايا بدي مسحة كده من فوق ومسحة من تحت كده لرغيف العيش. وطبعا الصاج اللي انا هسوي فيه كنت برضو دهناه بالزيت. بس كده هو الحوش ما بياخدش معاكي اي وقت، وطريقته سهله وبسيطه. بس هو الافضل ان هو يكون نسبه الدهون اللي فيه تكون كتير، عشان يعني يبان طعم الحوش، والرغيف بتاعك يكون كده شارب كده من اللحمه ومن الدسامه بتاعه الدهون اللي بتكون في اللحمه. بس ما فيش اي مشكله يعني، انا عملت طبعا بالموجود عندي وخلاص يعني، واتاكل كل حاجه بتتاكل يعني، مفيش حاجه بتقعد ومفيش حاجه بتترمى خالص الحمد لله.
بس عملت الكميه كلها كده، وطبعا شغلت الفرن وبسيب الفرن كده يسخن عقبال ما بجهز كده بعمل الحشوه بتاعتي وكده. ببدا ان انا كده ادخل الصاج كده على طول على الفرن، هو ما بياخدش وقت خالص في الفرن، لان اللحمه اساسا مفرومه، وفي نفس الوقت بتكون انت حاطه الكميه بتاعتك وبتكوني فرديها في الرغيف، فعشان كده ما بتاخدش وقت طويل في السوا. بس وكمان عملت معاهم عملت كده طبقين مكرونه، وده كده كان الغدا بتاعنا. يا رب الفيديو بتاعي ينال اعجابكم طبعا، واتمنى منكم تشجعوني كده باللايك كده حلو من ايديكم، كمان كومنت حلو، واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفيني. شجعوني كده عشان خاطر نفسي ان انا انزل كل يوم فيديو، بس بصراحة كل ما بنزل فيديو مش بلاقي عليه تفاعل، فاللي هو بحس ان انا بتعب على الفاضي. طبعا هي القناة بتاعتي لسه صغيرة، يعني قدامي لسه مشوار طويل، بس طبعا لازم يكون في مشاهدات كويسة على الفيديوهات، عشان خاطر تحقيق بقى الساعات والحاجات كده اللي هو اللي طالبها اليوتيوب مننا يعني. بس هنا كده طبعا كنت بوريكم الغداء البسيط خالص. طبعا احنا بنختصر يعني الجو حر اصلا.